احسن كاب كيك تقدري تقاديه. ما يمكنش شحال كيجيو لذاذين ومعلكين بحال البراوني. دوزو للطريقه. غادي تاخذوا في كاسرونه ديروا كاس ديال الماء مع كاس لارب ديال الزيت وكاس ديال سنيده، جوج ساشيات ديال الكاكاو و50 غرام ديال شوكولا غيش يكون نوعيه جيده. غادي ناخذ هذا الخليط هذا ونديرو فوق البوطه على نار مهيله حتى يذوب داك الشكلاط وتذوب سنيده، ونحيد الخليط ونخليه يبرد تماما حتى يبرد مزيان. ديك الساعه غادي نديرو في شي اناء وغادي نزيد عليه حبه ديال البيض، ومن بعد غادي نزيد الدقيق والخميره. بالنسبه للدقيق زيدو شويه بشويه، وضروري ما الخليط ديال الكاب كيك يكون شويه ثقيل ماشي بحال الكيكه العاديه. كنزيدو الخل باش كيعاون ان الكاب كيك عفوا يطرطق هكا ويتنفخ، وزدت شويه ديال الكركاع مهرمش وشويه ديال لي بيبي شوكولا. هنايا خديت المول ديال الكاب كيك، درت فيها دوك لي كيسات اللي قديت وبارطاجيتهم معكم في فيديو، لا بغيتو حتى نتوما تقادوهم. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. بالنسبه للفران يكون مسخن على 200 درجه ويطيبوا على 170 فوق ومن التحت. وهذه هي النتيجه. خليهم حتى يبردوا عاد تناولوهم، راه كيجيو لذاذين. مذاق ديال الشكلاط كيجي فيهم واعر وفيهم واحد كيجيو معلكين كيف قلت لكم، حيت فيهم الشكلاط ومخدومين بحال شكل البراوني. بالصحه والراحه، جربوا الوصفه وردوا عليا.